يعني ايه عمرة واحنا بنعملها ليه اصلا؟ انا اسمي نور والنهارده جايه اقول لكم ازاي نعمل عمرة من الحرم النبوي في المدينة المنورة. انا طلعت العمرة مع شركة سبق ترافل وتعلمت المناسك من المشرفين اللي طلعوا معانا. بنعمل عمرة علشان اول حاجة بتقربنا من ربنا، تاني حاجة بتنقينا من الذنوب، تالت حاجة بتجعلنا مستجيب الدعوات. يعني انت لو نفسك في اي حاجة تروح تعمل عمرة وتدعي اللي انت نفسك فيه وربنا يستجيب دعوتك ان شاء الله. العمرة ليها مناسك. ايه بقى المناسك دي؟ المناسك يعني خطوات لازم نمشي عليها عشان عمرتنا تبقى صحيحة. اول حاجة في العمرة ان احنا بنغتسل من البيت قبل ما نروح المطار. ايه هو الاغتسال؟ بنتوضى عادي جدا، بعديها بنغسل الشق الايمن، بعديها الشق الايسر، بعديها بنركب الطياره واحنا رايحين العمره بنعدي على حته اسمها ميقات. الميقات دي ان احنا بنحرم من الطياره. وفي حاجه كمان بعد الاغتسال واحنا طالعين قبل ما نطلع على الطياره لازم الرجال يلبسوا لبس الاحرام اللي هو لبس ما فيهوش خيط خالص. تاني حاجه السيدات ممكن عادي ما تلبس اي لبس فضفاض وهي على الطياره وهي بتحرم، لما توصل هناك تغير عادي. بس الرجال طالما احرموا ما ينفعش يلبسوا اي حاجه فيها خيط، ما ينفعش نحط اي برفان، ما ينفعش نقتل اي حيوان او اي حاجه، وما ينفعش نقص ولا ضوافرنا ولا شعرنا. واحنا في الطياره لما نعدي على الميقات لازم نقول لبيك اللهم عمره عن نفسي او عن فلان. لو حضرتك او حضرتك عملتي عمره قبل كده تقدري تعملي عمره عن حد تاني، لو ما عملتيش عمره قبل كده لنفسك لازم تعملي لنفسك عشان تقدري تعملي لحد تاني. ولازم نكمل باقي الدعاء لبيك اللهم عمره عن نفسي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. طول ما احنا في طريقنا للكعبة لازم نقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هنفضل نقولها طول ما احنا رايحين على الكعبة. أول ما نوصل للكعبة أول نظرة للكعبة ليك دعوة مستجابة وتدعي باللي انت عايزه وانت عندك يقين ان ربنا ان شاء الله يستجيب لك دعائك. هنبدأ الطواف من عند الحجر الأسود. تعرف منين ان هو موجود؟ هتلاقي شاهد أخضر على ايدك اليمين. لما تشوف الحجر الأسود ده بداية الطواف. لما تشوف الحجر الأسود هترفع ايدك اليمين وتقول بسم الله الله أكبر 3 مرات وتفضل تدعي بأي حاجة انت نفسك فيها لحد ما نوصل عند الركن اليميني. بعدها نبدأ نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتفضل تكرر الدعاء ده كتير لحد ما نرجع تاني للحجر الأسود وتكرر نفس اللي احنا عملناه في المرة اللي فاتت 7 مرات. بعد ما تخلص 7 أشواط حوالين الكعبة هتذهب إلى السعي ما بين الصفا والمروة، ولكن قبلها لازم تشرب مية زمزم. قبل ما تشرب مية زمزم لازم تدعي بأي حاجة انت عايزها ويكون عندك يقين ان ربنا هيحققها لك، وتشرب على 3 مرات، وكل مرة لازم تخلي مية زمزم تعدي في جسمك كله. أول ما نوصل عند جبل الصفا هنقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكرا عليم. بعدها هنقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. الدعاء ده من أول الله أكبر لحد آخر حاجة بنكرره 3 مرات. وبعد ما نخلص الدعاء ده بنتجه لجبل المروة وبندعي بأي حاجة احنا عايزينها. وفي حاجة كمان، هتلاقوا نور أخضر. الرجالة بيجروا في الحتة دي عشان ستنا هاجر كانت بتهرول في الحتة دي. يعني ايه بتهرول؟ يعني بتمد وبتجري جامد، والرجالة بس اللي بيعملوا كده. السيدات بتمشي عادي. اول ما نوصل لجبل المروة هنكرر نفس الدعاء ده تاني وندعي 7 أشواط. من الصفا للمروة شوط ومن المروة للصفا شوط لحد ما نخلص 7 أشواط. كده احنا خلصنا العمرة؟ لا، ما خلصناهوش. فاضل اخر حاجة من مناسك العمرة وهي التحلل. ايه هي التحلل؟ التحلل ده اللي هو خلاص احنا ممكن نعمل اي حاجة احنا عايزينها من محظورات الاحرام. التحلل بالنسبة للرجال يا بيقصروا شعرهم يا بيحلقوه خالص، ويستحب ان هم يحلقوه خالص. اما السيدات تقص طرف شعرها قد عقلة الاصبع. وبكده احنا كده خلاص خلصنا عمرتنا على خير.